وين المطبخ حقكم؟ المطبخ مع الأسف ما في مطبخ. المطبخ ده كان زمان أيام السعودية، أيام ما كنا في السودان. إحنا كنا مليونيرية وصرنا فقرنيرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أختكم أماني من السعودية للسودان. جيت عشان بنوتة تكمل الجامعة، ويا حسرة من يوم ما جيت كنت مشتاقة للسودان، مشتاقة لأخواتي، مشتاقة لأخواني، مشتاقة لبلدي اللي لي سنين الله ما شفته. انحرمت منه من يوم ما كنت صغيرة. جيت بشوق وحنين، لكن النهاية إيه؟ ما كملت سنة ما كملتها. لا بنتي تهنت، لا أنا تهنيت، ما تهنت بأي حاجة. الحرب قامت، الدنيا اتدهورت، اتشتتنا، اتمرمطنا، اتبهدلنا. آخرتها لقيت نفسي فين؟ في جنوب السودان. من جنوب السودان لقيت نفسي في يوغندا. لا أخوات اللي كنت حالمة إن أكون حواليهم، لا أخوان اللي كنت حالمة أروح بيوتهم أفرح لفرحهم. اتشتتنا أنا وأخواني وأخواتي. هم وين وأنا وين؟ أنا هنا في يوغندا، ما حد عارف إحنا وين هسه. لكن آخرتها نقول شنو؟ الحمد لله، ده المكتوب من الله سبحانه وتعالى، لا رد على قضائه. إحنا مؤمنين هنصبر وهنتصابر. كانت أيام عز عشناها، هسه شفنا أيام الذل، لكن ما مشكلة، الله ده فوقه كريم ورحيم. فترة وحتعدي بإذن الله تعالى. والحرب دي كان وقفت، كان ما وقفت تعلمنا منها دروس إن شاء الله هتكونها عيالي بإذن الله تعالى. والله كريم، وبنتي وحلمها حيتحقق سواء هنا سواء في مكان تاني، لأن أنا إنسانة مؤمنة وأعرف ربنا بينصرنا في النهاية. وشكرا. معكم ريناد عبد الرحمن من المملكة العربية السعودية، مولودة هناك. جيت السودان في شهر 12 في الحج. جيت عشان أكمل دراستي الجامعية أنا وأمي وأبويا، لكن للأسف ما قدرت أكمل الدراسة بسبب الحرب. طبعا جيت السودان وأنا ملهوفة إن أنا أشوف بلدي وأشوف خالاتي وأخواني وأكمل حلمي وحلم أبويا اللي من زمان كنا نستناه، ولكن للأسف حصل شيء غير المتوقع، والشيء ده طبعا دمر حياتي. وبسبب الحرب اليوم أنا في يوغندا، ما أعرف عنها ولا أي حاجة، قاعدين نعيش حياة الريف. وبسبب الحرب كمان أنا فقدت أبويا، هو أعز إنسان عندي، بسبب حلمي قرر إنه يجي معايا السودان وضحى بكل شيء في السعودية عشاني أنا. ولكن بسبب الحرب أنا فقدت أبويا. الحمد لله على كل حال. أعمل إنه أشوف حل أحسن من كده، وإنه نتخرج من يوغندا دي في أسرع وقت عشان أقدر أكمل وأحقق حلمي وحلم أبويا وأدخل الجامعة وأدرس الطب. لأن أبويا كان دائما يقول لي يا دكتورة الصغيرة. أتمنى فعلا إن أنا أكون دكتورة الصغيرة وأشوفه. يوم الضربة أبويا تحرك من البيت هو وخالي على أساس إنه كان يروحوا للسوق يكملوا مواد البناء، لأنه إحنا كنا قاعدين بنبني. وفي نفس اليوم هذا راحوا ولا عجوا، نحاول نتصل عليهم، الجوال مقفول. وإلى الآن إحنا ما احنا عارفين أبويا وخالي ذول هل هم موجودين ولا عايشين ولا ميتين ولا مأسورين عند الدعامة سواء أو الجيش. ما احنا عارفين الشيء ده.